هواية أشخاص يشتكون من نقص الحديد رغم العلاج، يعني ياخذون علاج وورا فترة هم يرجع ينزل. شنو السبب؟ بالأول خلونا نحكي عن أعراض نقص الحديد وعن العلاج، وبعدين نرجع نحكي عن سبب نقص الحديد بعد العلاج. فخليكم وياي. أهلا وسهلا بكم، أنا دكتورة ليندا ممارسة جراحة عامة. خلونا نتكلم عن أعراض نقص الحديد. لما ينخفض الحديد بالجسم فإنه الجسم يكون ما يقدر يصنع كريات دم حمراء كافية، فينقص الأكسجين اللي يوصل للخلايا، وتظهر عدة أعراض، منها دوخة أو صداع متكرر، وتعب شديد أو خمول دائم، يعني الواحد ما إله واهس ينجز أي شي. وأيضا نلاحظ شحوب بالوجه أو تحت العينين، يعني يصير مثل الهالات، وأيضا ضيق بالنفس من أقل مجهود، بالإضافة إلى خفقان بالقلب أو نغزات تلاحظوها، بالإضافة إلى أنه المريض يكون عنده برودة بالأطراف واليدين والقدمين حتى بالصيف، بالإضافة إلى أنه يسبب تساقط للشعر وتكسر للأظافر أو ضعف بالأظافر. وأيضا المريض اللي يعاني من نقص الحديد يكون عنده ضعف بالتركيز ومزاجه متقلب. وأيضا من العلامات على نقص الحديد هي رغبة غريبة إنه ياكل أشياء مثل الثلج أو التراب، هاي الحالة نسميها بيكا. وهسه نجي على العلاج. العلاج يعتمد على السبب، لكنه عادة يشمل مكملات الحديد، يا إما على شكل حبوب أو كبسول، أو موجودة على شكل أبر فموية أو أبر وريدية، أو عن طريق نظام غذائي غني بالحديد. فالأطعمة اللي تحتوي على الحديد هي الكبدة، اللحوم الحمراء، صفار البيض، العدس، السبانغ، الفول، التمر، الزبيب، الخوخ المجفف، الكرفس وغيرها. ولازم نتجنب أشياء تمتص الحديد مثل القهوة، الشاي بعد الأكل مباشرة، لأنها تقلل امتصاص الحديد. أما بالنسبة لمكملات الحديد فقلتلكم أكو على شكل حبوب تلاقوها بالصيدلية، وأكو على شكل كبسول، وأكو على شكل أبر فموية شرب، وأيضا أكو أبر وريدية. لكن الأبر الوريدية لازم تاخذوها تحت إشراف طبيب، لأنه أكو أشخاص تصير عندهم تحسس من عدها، فلازم يصير اختبار حساسية قبل لا تاخذوها. فأني أفضل تاخذوها بالمستشفى تحت إشراف الطبيب. وهسه نجي على السؤال اللي محير كل الجماهير: ليش ينزل الحديد بعد العلاج بفترة؟ أسبابها كثيرة، ممكن تكون إنه ما تم علاج السبب الأساسي، مثلا نزيف خفيف بالمعدة أو الدورة الغزيرة عند النساء، لازم يتعالج السبب اللي مسبب هذا النقص. السبب الآخر هو سوء امتصاص الحديد بسبب أمراض بالمعدة والأمعاء مثل القولون أو القرحة. وأيضا من الأسباب الأخرى هي توقف العلاج من وقت، يعني بعدك ما مكمل العلاج وتوقفه، يعني قبل امتلاء مخزون الحديد في الجسم وصوله للنسبة الطبيعية. والسبب الآخر هو نظام غذائي فقير بالحديد بعد انتهاء المكملات، يعني انت خلصت العلاج بس رجعت تاكل أكل يعني ما بيه حديد، يعني ما بيه فايدة، شي طبيعي راح يرجع ينزل. وأيضا من الأسباب الأخرى هو نقص فيتامين بي 12 أو الفوليك اللي يسبب فقر دم مشابه. إذا كنتوا تعانون من رجوع النقص بعد فترة رغم العلاج، من الأفضل إنه تسوون تحاليل، منها الفيرتين اللي هي مخزون الحديد، والسي بي سي هي صورة الدم، وتسوون أيضا تحليل فيتامين بي 12 والفوليك على مود الطبيب يعرف السبب الحقيقي. شكرا على استماعكم، وأشوفكم على خير.